الجامعة 16 سنة تعليم ومستقبلي مبهم. ما عنديش أدنى فكرة اللي ممكن يحصل بكرة بشهادتي أيا كان تقديري. آخر أشتغل في كول سنتر، فبحاول أجمع كورسات عشان أحشي بيها السي في. أروح أقدم في وظيفة واشترطوا خبرة سنة واتنين. طب منين؟ ما أنا خلصت دراستي خدوني قهر جندي سنة أو 3 على حسب طاروا كده من عمري. ويقولك أصل الجيش ده مصنع الرجالة. لو كنت أنت قبله متني أنا راجل خليك في حالك. ما بتتعلمش جوه حاجة، ما تصدقش العقول التعبانة. لا صحيح بيعلموك ضبط النفس وقت الإهانة. هيا دفعة خلصت جيشك عايز تتجوز، طب مطلوب منك مهر شبكة شقة في مكان كويس. فشيل الفكرة من دماغه ويلعن الجواز ده من أساسه. عايز له في حدود نص مليون عشان بس يختار شريك حياته. شوفوا الشاب في بلاد بره ازاي بيتعامل. الشاب حتى لو عاطل الحكومه بتوفر له راتب، ولو حابب انه يتجوز هيروح جايب خاتم مش طقم كامل. مش هيجوع 20 باكو عند السايخ بايخ. وجودنا في البلد دي عندكم نفس المشكلة ولا دي بس عندي؟ لا عارف اتقدم في حياتي ولا حتى اتقدم لوحدة. دولة جحدة كافرة بان لينا الحق في عيشة عدلة. طب اهج واسيبها واتمرمط نفس المرمطة بره، على الاقل بره هلاقي المقابل المادي اعلى. فكرة حلوة حضر الشنطة معوش تأشيرة، السوق صعبة فالحل اصبح يدفع مبلغ والهجرة تبقى في مركب عايمة. ويا تبقى غدا للسمك يا توصل هناك سليم وحكومة البلد ترحلك وترجع نقطة الصفر بين قوسين ام الدنيا. ويفضل حلم السفر يجي في بالك كل ثانية، بس خلاص ما انت ما عندكش الامكانية فبتستسلم للعيشة في بلد اصلا منتهية. وياك تصدق كدبة قوم يا مصري عمر بلدك. الحاجة الوحيدة اللي هتتعمر في البلد دي سلاح في وشك. لو اعترضت قلت كلمة حق قلت لا هيسحلوك زي الكلب يدخلوك السجون زق. زي الالاف اللي في سنك ومحبوسين ورا القضبان علشان لقوا نور في عينيهم وبلد ما بتقطع الانوار. ما هو مش ده المطلوب منك، امال هم غيبوك ليه؟ ايوه مغيب، هو ده تعليم اللي اتعلمته ولا ايه؟ ما تسيبش السؤال فاضي، اكتب حاجه تاخد درجه. الرسم بيضاف على المجموع لكن الدين طالع بره. عمرك شفت طالب اجنبي بيدرس هنا في بعثه؟ ولا عمرك هتشوف لانهم عارفين ان احنا في وكسه. فهمت المغزى ولا لا مؤاخذه؟ دماغك لسه مقفوله. العيب مش عليك ولا على عقلك، العيب على اللي علقهولك. انت مقصر؟ لا يبقى كده العيب في الدوله. يبقى ملعون ابوها دوله اللي تكون سبب فشل شبابها. ما بهاجمش نظام معين، التراك ده مش مسيس. انا بحكي عني وعن اللي في سني بس انت افهم مني كويس. حكومتنا الناصحه لعبت لعبه حلوه. بصوا الشاب يوسف خريج وبيبيع فريسكا. مش زيكوا يا فشله مالش للشغل لا، كل يوم بطقم الشيك فجاتله من امريكا منحه. مع ان لو رجعنا بالتاريخ اسبوعين 3 هتلاقوا نفس الشاب في برنامج صاحبة السعاده. بس ساعتها ما كانتش فريسكا، كان بيبيع جندوفلي. ولما كانش اتشهر بالفريسكا كانوا يشهروه بالذره المشوي. وكل الفيلم ده عشان يقنعوك ان انت اللي غلط. ما فيهاش حاجه تكون متعلم وتنزل تبيع قوطه في قفص. حكومات فاشله مهما اتغيرت الوشوش العكره. بحلم باليوم اللي اغور فيه من البلد دي بقى واسيبها. هي اللي رفضاني مش انا اللي رافضها. شوفوا الكوادر لو فاكريني شاب طايش، هاتلي عالم مصري زار غير لما بقى بره عايش. بس فقر امكانيات لا وفرق في الاهتمام. اللي ده انسان دوره يبدع ودور الدوله تسوق الحكام. شوفوا الدول اللي بتتبني بشبابها، دول عارفه ان دول املها وبيهم بكره احلى. مش زينا احنا بالعكس، ده العكس في حوضنا. هات شهادتك اللي قطعها ده لو ما كانش في ظهرك واسطه. سوق عربيه خضار او اشتغل على توك توك. ده كلام رئيس الجمهوريه ورئيس وزراء حكومته. شايفين الدماغ؟ شايفين التفكير في الحلول؟ بذمتكم دي بلد تستاهل احارب عشانها واموت؟ هتخلي الوطني ازاي ووطني مش شايفني؟ حتى التعليم والبطاله يجيبوا السبب فينا احنا. كلامي خلص، ولو مصر بتسال ليه كارهها كانت تزرع فيها البذره قبل ما تسال عن نتائجها.